السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ لاباس؟ بيقولوا الطباخة الشاطرة لازم ما تحتار بالأكل في موسم اسمه فول أخضر. يلا نسوي أطيب طبخة بالفول الأخضر، وما في حدا ما راح يحبها. شوفوا هذه الوصفة، جربوها وردوا لي بالخبر. اللي مش عارف ياكل الفول بهذه الطريقة والله راح ياكلوا، وراح ديما يطلبوا منكم ديروه بهذه الطريقة. هذه طريقة أنا معتمدتها من بكري، الفول نديرو كماك حتى نديرها للضياف، خاطر وصفة زينة وتحمر الوجه. نبدأ بسم الله. وصفتنا نهار اليوم، هنا كيما راكم تشوفوا الفول نقوه. انا هنا الفول تاعي زين، ما فيش المعارق هذوك اللي يجيو منه ومنه. ثم نقوه زين، وماذا بكم البنات ما تغسلوش المره الاولى، الا غسلتوه راح يقسى، خلوه حتى تكملوا بعد غسلوه. وراح نقطعه كيما قطع رقاق. انا الفول عندي ثلاث طرق ما نعرف نديرو بها، يا نديرو بهذه الطريقه، يا نديرو مع الرز. مع الروز ثاني يجي مليح، نفورو ونطيب الرز ونخلطهم مع بعضهم، والله نديرو مع الطعام نرفسو يجي. بصح الطريقة هذه يجي زين ياسر، وكامل أفراد العائلة راح يحبوه وياكلوه، حتى اللي مش معرف ياكل فول وما يشتيش بهذه الطريقة راح يعجبوه راح ياكلوا. نتمنى تجربوها البنات، وما تدعمونيش ما تبخلونيش حبيباتي بالاشتراك. مش مشتركة في القناة نقولها تفضلي اشتركي معنا حبيبتي، دابا تكبر العائلة تاعنا. وبعد ما كملنا قطعنا كامل الفول تاعنا نروحو نشلوه بالماء، وما تبالغوش وانتم ما تقصلوا فيه، اقصلوه شويه برك خاطر الفول معروف انه ثم يكسر. وملحوه هنايا، ومن بعد نروحو نديروه يفور وانتم تفوروا فيه خلوه نص طياب. نجو لطريقه تحضير لاصوص. نديرو هنايا مقرف سمان، وهنايا تبقى اختياريه مش ضروريه، انا برك نشتيها تعطيني بنه زينه في الماكله. ونديرو الزيت، وماذا بكم تزودوا شويه الكميه تاع الزيت لخاطر الفول يحب الزيت. ونديرو هنايا مورسو تاع الدجاج اللي عندك، انا موالفه منين ذاك ديرها برك بالعظام تاع الصدره والحشاوش والثوم. وكيما البصله هنايا لازم تصرفوها في الرقي كامل ولا ترحوها في الروبو باش تخثرنا لاصوص. وهنا التوابل انا نستعمل راند وقرفه وفلفل اكحل، وكيما الكمون نديرو برك شويه على راس المقرف ما تكثروش، وزنجبيل وعرق اصفر، وهذا مكان. ولا عينك في ماكلتك تجيك بنينه وخاطره، سرها كامل في التقليه. قليها زين تمي تقلي فيها على نار هافته. حنا والله كامل في الدار خارجين الماما نصيبنا كيما نصيبها، ربي يحفظها ان شاء الله. واي واحد يذوق حاجه عندي سيرتو زواجه والله يقول لي كفارك مطيبتيها. هنا البنات السر كامل راني قلت لكم لازم تقلوا الحاجه مليح على نار هاديه. ناس زمان يقولوا لا عينك في ماكلتك تجيك بنينه، مرقيها بالدمعه وطيبيها على شمع. ما تكثروش الماء في الطياب تاعكم راح يجيكم مارج وما تولي فيه حتى بنه. بدا بكم ديروا كاس ما برك سورتو الدجاج ليه يطيب مش راح يشد معايا الوقت. وهنا الفول تاعي راه يفور كيما راكم تشوفوا، كيما قلت لكم نخلوه نص طياب برك ما نفوروش ياسر. وهنا نروحوا لاصوص تاعنا نتمو نقلو فيها على نار هاديه، قلوها نزهه حتى يذبل البصل والثوم ونغطوها. هنا ما تغفلوش عليها البنات، ساعة على ساعة حركوها خاطر الا قفلتوا عليها راح تحرق معاكم البصله والثوم. حبيت نرحب بمشتركاتي الجدد ونقول لكم اهلا وسهلا بكم حبيباتي، نورتوني. واكيد ثاني مرحبا بالقدم، وان شاء الله تكبر العائله تاعنا. بالك تحسوني هنا طولت نقلي فيها، بصح دائما هذه الطريقه تاعي حتى منين داك ما يعودش فيها كامل الدجاج ندير فيها برك شوي جامبو ولا اقل جبنين. هنا السر كامل انك تقليها مليح، لازم هذوك التوابل مع البصله يطلقوا في بعضهم، طولوا تقلوا فيهم. وهنا نجو لمستي الخاصه، مقرب فرينه تولي صغيره شوي مش كبيره، تقلوها زين مع لاصوص. لازم هنا الفرينه الطيب زين ما تخلوهاش تبان. هنا هذا السر اللي راح لاصوص تاعي تولي خاطره. وبما انه ما بقالناش على شهر رمضان ان شاء الله، ما تنساوش ديما تقولوا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ان شاء الله نصوموه بالصحه والهنا. وهنا راني نقلي في الفرينه، لازم تقلوها نزهه البنات حتى تحسوها باللي طابت باش ما باش من بعد في لاصوص ما يجيكمش
بنت الفرينه في الطياب. هنا السر تاعها برك انها راح تعقد لي لاصوص تاعي. انا ماني راح ندير لا عقده، ماني راح نخفرها بالبطاطا، برك الفرينه راح تعقدها لي. برك طيبوها مليح، وهنا نمرقوا بالماء سخون وما تكثروش البنات الماء. برك راه الدجاج برك ثم ليه يطيب. كيما راكم تشوفوا هنا المره الاولى درت برك شويه تاع ماء باش هذيك الفرينه طيب لي شوي في لاصوص، ومن بعد راح نكملوا نفرقوا بقيه تاع الماء اللي بقات لي. ولازم هنا طيبوها على نار تكون هافته، نقصوا النار ياسر باش طيب لكم بنينه. شهيتكم في الجنه وجربوها وان شاء الله راح تعجبكم كامل. انا عندي هذه الوصفه نموت عليها، نستنى غا وقتها يدخل الفول باش نجربها. وهنا كتولوا راح تفرقوا الماء، ما تفرقوش فوق الدجاج، ديروه على جهه برك باش يخلي لكم البنه تاع الدجاج تجي زينه. خاطر الا كفحتوه ديريكت على الدجاج راح تجي البنه تاعو صامته. وما تنساوش طيبوها على نار هافته، سكروا عليها كيكوطه وعلى نار هافته. هنا كان طاب الفول، كنت فرقته على ديك لاصوص تاعي بعد ما فاتت عليها ربع ساعه، كانت عقادت شويه. وما ننساوش اكيد اللمسه الاخيره نضيفوا عليها شويه حشاوش كما كامل العائلات الجزائريه. عندنا البطاطا المقليه لازم تكون حاضره، قليت معاها 2 حبات بطاطا. وهنا نكون لحقنا النتيجه النهائيه، نتمنى تعجبكم. انا قدمتها مع سلطه وفلفل حار. شوفوا والله النتيجه تاعها جات روعه، تسخف. سورتو اللي يشتي تغماس هذه الوصفه راح تعجبه. تهبل. وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. مع السلامه، تهلاو في روحكم كامل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في امان الله.